أنشأت مصنعا للبلاد لتنتج غذائيات بعد كوارثات عديدة، والجفاف ضربت على أراضي الصومال خصوصا أقاليم الجنوبية وسط الصومال. يريد أن الصومال تمتلك مواشٍ عديدة ومزارع هائلة، وقد تكون هذه الحكاية صفحة تكشف المعلومات تحت الستار. وهكذا بثت بعض الوكالات الأنباء العالمية أن الأرياف الجنوبية قد جفف العشب والنباتات وبات وديان المياه يابسة، التي قضت بوفيات كثيرة من الأنعام مثل الإبل والبقر والغنم والماعز. غادو وإقليم يقع في جنوب الصومال وله حدود الأرض مع بلدان كينيا وإثيوبيا، والحياة المنطقة سافلة تحت الصفر، والسبب لأن الجفاف دامت فيه فترة لم يقدر. الأشجار والأعشاب جففوا والمياه نفى والأنعام فقدوا علفهم، وكاد الأمومة والطفولة بالزوال. التقارير الواردة من مدينة علواق أن رجلان وضيف ماتوا في الأرياف علواق لأجل عدم المياه. مزيدا عن ذلك قصف الجو الطائرات الحربية لدى الكينية الذي كلف حياة عديدة من الإنسان والحيوانات، ودمر فيه أثناء القصف مراكز الاتصالات لشركة هرموت بغارة كينيا. نحن الآن في عام 2021. غمت فيضانات أقاليم عديدة في الجنوب، هيران وشبل الوسطى وكذلك جوبا السفلى. المستضعفين من مناطق المنكوبة لاجئون من بلدانهم الأصلي إلى بلد لم يشاهدوا للأبد ككسمايو ومقديشو وجوهر وبلدوينه. كانت الحياة صعبة على المتضررين من الجفاف، وركدت المياه في بعض المناطق عند $2 لكل 20 لتر. تموت الماشية بسبب نقص المياه، ولم يساعد أحدا حتى الآن. من السؤال: أي نوع من الناس هم الصوماليون؟ هل أنتم مشغول مع بعضكم البعض؟